السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق أرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. حبايب قلبي اجعلها يا رب سنة سعيدة عليكم يا رب. بجد والله الأحزان ما بتخلص وما بتتنساش، بس ربنا يا رب يفرح قلوبكم وينسيكم أحزانكم. وخليكم معانا في الفيديو الجميل ده. انا قمت بقى بالليل، خالاتي عندنا واميرة العروسة مرات ابن خالتي عندنا. ربنا يا رب يسعدهم ويفرحهم يا رب، اللي كنت منزله فرحهم قبل كده. كنا بقى جيت بقى من الشغل وكده، كانوا اتغدوا خلاص، فبالليل كده رحت عامله لهم بقى حاجه يتعشوا بيها والحاجه بقى واخواتي وكده. فخليكم بقى معايا اما اوريكم الفيديو الجميل بتاعنا النهارده، واوريكم بقى انا عملت لهم اول حاجه جبت طبق حطيت فيه جبنه قريش، والطبق التاني حطيت فيه جبنه قديمه، وحطيت عليهم شويه زيت كده من فوق صغيرين. والمرطه دي هما اللي جايبينها، بجد حلوه قوي وطعمها جميله جدا. انا بعشق المرطه يا جماعه والله العظيم، بس هما صراحه بيجيبوها حلوه قوي معاهم يعني، وبيجيبوا الجبنه القديمه جميله. بصوا بقى المرطة انا بقى بقيت اقطع منها كده وبالمعلقة واقطعها كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. ما حطيتش عليها زيت طبعا ولا اي حاجة، وحطيت مخلل في طبق، وخدت كده 3 خيارات و3 طماطمات، وقلت بقى اعملهم معاكم. غسلتهم بقى غسلة زي الفل كده، وقلت بقى اخرطهم معاكم كده يا حبايبي. صلوا على النبي كده عشان ناخد ثواب. عايزه اقول لكم يا حبايبي، بجد النهارده صاحيه على حلم جميل جدا والله العظيم. شايفه جوزي الله يرحمه، كان حلم حلو قوي قوي وكله حب بجد يعني، الله يرحمه يا رب. حسيت ان هو، والله اقسم بالله حسيت ان هو عايش فعلا ومعايا، والحلم ده فعلا كان حقيقه، مش واقع، مش واقع، مش حلم يعني. الله يرحمه يا رب ويحسن اليه ويكرمه من الجنه ونعمها يا رب. هو انا بنساهوش ابدا والله العظيم. يعني انا بحاول اعدي ايامي وبحاول اضحك في وش الناس، بس الواحد جواه حزن طبعا كتير، ربنا وحده اللي اعلم بيه. بس الحمد لله على كل شيء. ربنا يخليلي ابني ويعوضني فيه خير يا رب، وهو نسخة من ابوه والله العظيم في كل حاجة يا جماعة. من حب فيه جبت ابني شكله بالظبط وفي طبعه وفي كل حاجة. بصوا بقى حبايبي ما طولش عليكم. وكنا عاملين بطاطس في الغدا وفراخ وكده، فضل بقى من صينيه البطاطس الطبق الجميل ده سخنته، وكان في بقى انسايه كده، رحت برضو مخرطاها وقالت بقى 3 بيضات معاكم كده زي ما انتوا شايفين. بجد ظبطت الدنيا يعني، وكله كان متجمع بقى وبألف هنا وشفا على قلوبهم. اللمة بتأكل يعني، اللمة كده بتفتح النفس. زي ما بيقولوا الجنة من غير ناس ما تنداس، ففعلا اللمة الحلوة بتفتح نفسك على كل حاجة. بصوا بقى هنا تاني يوم بقى احنا كنا جايبين بقى لحمة مفرومة من عند الجزار، وقلنا هنعمل حواوشي. هنعمل بقى حواوشي يا حبايبي. فقلت بقى لخالتي يلا يا ست الكل، قومي بقى اعملي الحواوشي الجميل بايدك الجميله. بجد عملوته تحفه والله العظيم، ما اقولكمش بقى على طعمه وجماله. بصراحه تحفه تحفه فوق الخيال يعني. العيش عاملاه بملح وبدقيق وملح وشويه سكر صغننين، معلقه وميه وكده. عجنته عادي يعني زي العيش بالظبط، هو عيش يعني. وبس تبلت بقى اللحمه متبلاها بقى وعامله بصلها، بصراحه والله العظيم تحفه تحفه تحفه. انا لما جيت من الشغل باكل منه لقيته جميل جدا. هي كده فردت الرغيف الاول وحطت بقى اللحمه المفرومه فيه. طبعا انت ما بترصيه حته بحته بتلاقي كل الرغيف فيه لحمه، غير اما تحطي وتكوري في وسط العيش وتبططيه، بيبقى اللحمه جايه على جنب وجنب عجين بس، فما بيبقاش حلو خالص.
بس بالطريقه اللي خالتي بتعملها دي بجد حلوه قوي. واللحمه بتبقى متوزعه في الرغيف كله. يعني انتي لما بتحطيهم على بعض كده وبتعمليهم من الجناب وبتبططيهم عادي، اللحمه برضو بتتفرد. لكن لما بتحطيها جوه العيش وتكوريها بتبقى جايه في جنب، وجنب ما فيهوش لحمه، فصراحه ما بيبقاش حلو خالص. فالطريقه دي اسلم طريقه طبعا اساسا. يعني الجزارين بيعملوها بالطريقه دي اللي بيبقى عندهم حواوشي وكده، وبتبقى مفروده في الحواوشي وبتبقى تحفه. هي بتقفله بقى من الجناب كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وكمان خرمته بالشوكة علشان إيه الهواء اللي بينفخ الرغيف وهو في الفرن. طبعا لما خرمته بقى بالشوكة، الهواء بقى اللي بيبقى جوه الرغيف وهو بيتخبز بينفخه من فوق. طبعا هي ما بتخرمه ما بيبقاش فيه هوا، وبيبقى بقى طري وجميل، ما بينشفش معاكي خالص صراحة. هي عاملاه تحفة والله العظيم. لما جت طبعا تخبز حطت بقى شويه زيت صغيرين، بصوا مخرمه خرمين من فوق وبالشوكه، بس الشوكه مش باينه. بجد بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا خالتي والله العظيم، تحفه تحفه تحفه. بصوا، لا ده لسه هتخرمه. بصوا بصوا، بجد تحفه والله العظيم، تسلم ايدك. يعني الحواوشي كان جميل جدا ولا كانه جاي من بره بجد. بصوا يا جماعه، ولا لونه بقى وجماله، وبتفتحه لكم بتوريه لكم من جوه مستوي وتحفه. طبعا لما بتحبي تسوي الحاجة بتسويها بقى على نار هادية عشان اللحمة كمان تستوي معاكي. بصوا، الله الله على الجمال والحلاوة. وشوية بقى ليمون كده مخلل وطماطم بقى وخيار، وتحفة تحفة تحفة. ما اقولكمش على الجمال والطعامة. والسلام عليكم ورحمة الله.